أهلا بيكم وحلقة جديدة من الدين بيقول إيه. في حاجات كتيرة بنقعد نقراها، لكن هل نمتلك الثقافة أو الوعي الديني اللي أقدر أحكم على هذه الأمور؟ تعال نطرح بعض المسائل. مسألة أولى، إحنا عندنا أحاديث بتقول إن في آخر الزمان سيأتي شخص اسمه المهدي المنتظر، وهو محمد بن عبد الله. ثم كل شوية واحد يطلع لك، فاكر الراجل اللي طلع من لبنان وماسك لك مش عارف ايه وقال لك انا المهدي المنتظر، ويطلع كل ده في الاخر فنكوش. ثم يتقال لنا ان في اخر الزمان هيجي لك راجل او شخص اعور، وده اسمه المسيح الدجال، وانه هو هيفتنك. ودي احاديث، وعايز اقول لك ده بيتم ترويجه عبر زوايا صغيره في المجتمع اللي احنا عايشينه. يأجوج ومأجوج، وده نص قرآني إنهم موجودين. بس في المقابل بتلاقي حد بيقول لك في العصر الحديث تم مسح الكرة الأرضية بالكامل. يعني الGPS دلوقتي لو كتبت عليه يأجوج ومأجوج هل هيجيبه؟ بمعنى هل فعلا في مكان مخفي فيه يأجوج ومأجوج واحنا ما نعرفوش؟ تعالوا ناخد الثلاث استفسارات دي ونروح لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر. أهلا بك يا مولانا. أهلا ومرحبا وأحييك على هذا الطرح. في حاجة اسمها المهدي المنتظر، وإن إحنا كمسلمين لازم نؤمن بده، وهيظهر في آخر الزمان واسمه محمد بن عبد الله. هو في بعض المرويات أخبار آحاد في الثقافة السنية، لكن الذي يروج، وإحنا نتحفظ على كلمة المنتظر ده في الفكر الشيعي. فكر الشيعي. نعم، لأنهم هم يقولوا إن هو يعمل دولة آل البيت. مم. ولذلك جهيمان العتيبي سنة 1979 اللي خرج اقتحم من الحرم مكة. المكي. أما هو سعودي مم. وقتل الحجاج مم. بدعوى أنه هو المهدي المنتظر. أنا قلت لك ولمشاهدينا المنتظر ده وصف عند الشيعة، عند الشيعة. إنما السنة بيقولوا المهدي. مم. هو ليس من ثوابت الإسلام ولا القطعيات ولا المسلمات، لأنه ليس من لا لا القطعيات ولا لا المسلمات. لك ألا تؤمن به. آه. أنا لا أؤمن به، دكتور أحمد كريمة لا يؤمن بالمهدي بوجود المنتظر. ما يسمى بالمهدي المنتظر. لا. إنما أؤمن بنزول سيدنا عيسى المسيح، مم. لأن في إشارة في القرآن الكريم يكلم الناس في المهدي. مم. ده حصل، مم. قال إني عبد الله وكهلا، اللي هي العودة. مم. لكن العودة ليست لا من منظور الصهيونية اليهودية ولا من منظور الغلو. أي حد يطلع يقول لي أن المهدي المنتظر أقول له أنت نصاب. بالظبط، ما هو ده كل شوية بيطلع الآن واحد. أو في المستقبل طلعوا. أنا سألت أحد الشيعة في أثناء محاولتي للتقريب أو مشروعي أو إحياء مشروع سيدنا الشيخ محمود شلتوت عن المهدي المنتظر. قال لي لا، مش زي ما انتم بتقولوا في التراث السني ان هو في سرداب. قلت له امال هو فين؟ قال لي بيتجول في الفنادق والاسواق وكذا. طب ما قلت له يطلع على الناس. قلت له طب هيطلع امتى؟ ده الدنيا خربت، مم. سقطت فلسطين ويجزأ المجزأ وتداعى علينا الامم كما تتداعى اكلات. الأكل على قصعته. في القانون الدستور عفوا الإيراني بيقولوا عجل الله فرجته. يعني هم بيقولوا منصوص عليه في الدستور الإيراني أن الغائب يعجل الله فرجته عندهم. أنا قلت لك شيئا وقد يكون غريبا. سيدي الكريم الحافظ ابن كثير له كتاب لو أعلم الغيب لأتيت به، لأن أنا ما بتفقش معك على الحلقات زي ما أنت عارف، فأنت بتبغتني بالأسئلة ولله الحمد. أولا في كتاب اسمه النهاية في الفتن والملاحم للحافظ ابن كثير. 80% من المروج في الزوايا تحت الأرض من أشباه المتعلمين أو المتعالمين باطلة. باطلة. اللي قال مين؟ مش أنا، مم. الحافظ لا، ابن كثير. ما احنا عايزين نقول هنا ليه عموم المسلمين ما فيش حاجة اسمها المهدي لا لا المنتظر. لا لا. مم.
انما في نزول على انا اللي بقول، انا ما بقولش، انا لا، مش في عالم. نزول سيدنا عيسى بيعضدوا اشياء. قلت لك يكلم طيب الناس في المهدي وكهلا، ويوشك ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا. هذا فيما يتعلق بالبحث بتاعي. تعال نعم. نذهب الى مم. المسيح الدجال، واللي هو اعور كذا. ومش عارف، ويكتب على راس واحد دابه، والعياذ بالله. هو وهيعمل جنه ونار والكلام ده. في اخبار بتقول ان هو سيظهر ويجوب الارض وتستعصي عليه المدينه، وينزل سيدنا عيسى ابن مريم عليه اللي السلام يقتله. عند المناره في دمشق ويقتله. هذا ايضا اخبار احد. اخبار احد، لا يعني شوف، رواها شخص واحد، يعني لا يعتد به. الجهل بها لا يضر، والعلم بها لا ده ينفع. ينفع. ما أصل ربنا هيبعته علشان يقول لي ايه شوف يعني. انا اقول لك حاجه، اليوم اكملت لكم نشغل دينكم. بعالم الشهاده بدلا من عالم الغيبيات. عالم الشهاده ودي اللي هو احنا عايشين اللي احنا فيه. عايشين فيه. كيف تأكل من غرسك، كيف يكون عندك تنمية، كيف يكون في عدالة مجتمعية، في تداول انت كده السلطات. طيرت 70% من خطب الجمعه في الزوايا. ما هي بتنشر ما خرافة. هي دي المواد اللي شغالين ما هي عليها. بتنشر خرافة. المهدي المنتظر والمسيح الدجال وانا يعني. بقول لك اذا كان الدستور الايراني ينص على المهدي المنتصر، مم. بيقولوا عجل الله فرجته يا صاحب الزمان، احنا منتظرينك. صاحب الزمان فين؟ ما ده الدنيا انتهت. هو في بعد الاحداث اللي في المنطقه العربيه منتظر ايه عشان يجي المهدي؟ ما فيش حاجه اسمها المنتظر كمان. قلت لك المنتظر ده وصف عند الشيعه. ثم ياتي كيف بعد سيدنا محمد واحنا مؤمنين هو كمسلمين خاتم انه النبيين. خاتم المرسلين خلاص يعني. واحييك لان اليوم ما المهدي اكملت. المنتظر ده مرسل. لا، هو المرسل هو الرسول. هو بيقول انه هو هيعمل بالشريعه كلام يعني مم. كثير، وتحاط به اساطير وخرافات كثيره. دي كلها من السمعيات لم يقم عليها دليل قطعي. لكن يظل الترويج بيها يا مولانا، شوف اقول لك حاجه، وشغل زوايا واكل عيش على دماغ ناس حيث بسيطه. حيثما يكون الجهل تكثر الخرافه والاساطير. الحاجه الثانيه بقى، واسري حلقتك بتصريح جريء: المهدي المنتظر تخدير للشعوب. الله قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لكن الآن معناها إيه؟ اجلس التواكل. وتواكل واستمتع بالحياة إلى أن يأتي السيد المهدي ليحرر لك فلسطين. مش وأنت هيحصل. حضرتك ترى أن مجرد إطلاق مم. هذه الأقاويل تعني تخدير للشعوب. طيب للشعوب. أذهب إلى يأجوج ومأجوج، وده لا. ما هناك نصوص ثبت في قرآنية القرآن. ثبت في القرآن. مم. من هم؟ ثم البعض بيتساءل: في العصر الحديث تم مسح الكرة الأرضية هم بالكامل، مش فوق الأرض. مش فوق الأرض. لو نفهم الحديث ان هم كل يوم ياتون الى، هم تحت الارض وليس فوق الارض، وهم في اواسط اسيا. فهم طب ما أوسط آسيا ما احنا عارفين يا بقى فندم، ما آسيا. هم مش فوق الارض. في باطن في الأرض. باطن الارض الى اليوم الموعود، واقترب الوعد الحق. هم من كل حدب ينسلون، هيلاقوا بقى شعاع الشمس. يعني شوف، هي انظر كده. ده ما نقدرش نتكلم لأنه النص قرآني. لا، حته ينظر الى إلى الشعاع ده حديث. لا، اللي هم يأجوج لا، ومأجوج. موجود. هو دول هيكونوا في اواخر الزمان. بس ربنا ما قالش انهم في اواسط اسيا. لا لا لا، دي ما قالش. اجتهادات بقى. دي اجتهادات وترجع إلى القصص. هم شخصين ولا قبيلتين؟ لا لا، ده قبيلة. قبيلة قبيلة كبيرة. بشرية. لا، قد تكون من نوع آخر زي عالم الجن. هيطلعوا يعملوا ايه في البشر؟ هم هيحصل لهم إهلاك. يعني هيشربوا المياه، يتلفون المزروعات، يلتهمون الأقوات وهكذا. بهدف ايه؟ لا شيء غير ان هم هتكون من علامات الساعة النهائية. 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 نعم. امال علامات الساعة البدائية ايه؟ انتهت. خلصت البدايات هو من زمان. اللي هي ان تلد الأمة ربها. لا لا، خلصت. هو ما هو الآن بيتزوجوا الخادمات الفلبينيات، وعندك خروج الخوارج، خروج الإخوان، خروج الشيعة، خروج السلفية، خروج الدواحش. الرسول أخبر بيهم. ده حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال. وليس حديث أحد. لا، ده جاء من عدة طرق، أصبح من الأحاديث المشهورة، لأن احنا عندنا في متواتر ومشهور وأحاد. لكن أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: سيخرج في أواخر الزمان
حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية، اللي هي كلمة سنة وسلف وتطبيق الشريعة أو تحرير مم. فلسطين والكلام ده. دي كلها علامات الساعة حصل، الصغرى. ما طلعت مم. يعني ظهور السلفية، ظهور الإخوان، ظهور الشيعة، ظهور الدواعش، هم دول سيخرج. وانت عارف في جرامر اللغة السين إذا دخلت على الفعل المضارع بتمحضه للمستقبل. سيخرج في أواخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية، اللي هي الشعارات وتطبيق الشريعة والإسلام هو الحل والكلام اللي بيخدروا به الشعوب. يبقى نعود فنقول أن المهدي المنتظر لا يؤمن به فضيلة يعني الدكتور أحمد كريمة. بس هذا أحتفظ به، هو لا يعبر عن جهة عملي، ولكن يعبر به رأي شخصي. رأي ما أنا شخصي. قلت م- الدكتور أحمد كريمة، م- المهدي المنتظر، ثم أيضا المسيح الدجال، يعني ولكن يأجوج ومأجوج ده لا، عشان النص القرآني. موجودة وأنا في المسيح الدجال اللي عليه تحفظ أيضا، كيف؟ يعني ما وردش بأدلة قطعية. مم. يعني كونه امال مين اللي إنه قاعد يروج دول؟ العصور ايه بقى؟ في قصص. الأموية والعباسية. شوف، ظهر القصاص القصاص ولا وضعوا الحديث؟ وما هم أهل الوضع، أهل الوقت. فدول اتألفوا وكانوا بيروحوا بقى للمنتديات، وزمان كانوا بيدخلوا بالربابة على المقاهي ويروجوا الخرافة. والخلفاء يطلبوا ودايما منهم ده. الناس بيحبوا الأشياء الغريبة الخارجة عن الرواية المقبولة والدراية المعقولة، وبيحبوا يعيشوا مع الوهم. طبائع بشرية. عند هذه النقطة نتوقف. بشكر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد كريمة على هذه الحلقة. بشكرك. بارك الله فيكم. حلقة انتهت معاكم، بكرة حلقة جديدة من الدين.